اسلام اشرف، شهرة ابو طارق، صاحب معرض ومطبخة السنية. احنا خبرة اكتر من 50 سنة في مجال دباغة الجلود، تقدر تقول كده يعني بنطبخ اي جلد اي نوع. انت هنا في منطقة سور مجرى العيون، ده شارع المذبح في منطقة السيدة زينب بجوار سور مجرى العيون. يعني تقدر تقول المنطقة دي من 150 200 سنة فاتوا، واللي المنظر اللي انت شايفه قدام عينك ده كل سنة بمناسبة عيد الاضحى، ده موسم السجاد وموسم الجلود. اللي عايز يبيع جلد، اللي عايز يطبخ جلد، اللي عايز يشتري جلد، اللي عايز يشتري سجاده. اقول لك على حاجه، احنا فضل من عند الله اكتر من 50 سنه خبره في مجال صناعه ودباغه الجلود، واحنا ماسكين الثلاث حلقات بايدينا. احنا عندنا المبغه، عندنا المعرض، عندنا الورشه. بيجي لنا الجلد من اول ما الجلدايه بتيجي من الجزار لحد ما بتستلمها تحفه فنيه زي التحف الفنيه اللي انت شايفها قدامك دي، من الالف للياء احنا اللي بنشتغلها، من اول ما بناخدها من الجزار لحد ما بتروح المبغه عندنا وبتعدي على مراحل الدباغ وتوصل للمنتج اللي انت شايفه قدام عينك ده. المرحله كلها من اي تو زد بالظبط. في اهالي كتير بيجيبوا الجلد بيبقوا عايزين يبيعوه، بس يعني انا ما انصحش ان اي حد يبيع الجلد، يعني ممكن تتبرع بيه، واحنا كده كده بنروح ناخده من الجمعيات الخيريه كلها، بنشتريه من الجمعيات الخيريه وكده كده بيروح في سبيل الله. لا اما ممكن تستفيد بالجلد بتاعك وتدبغه وتستلمه حاجه زي كده، وسعر الجلد تطلعه مثلا كصدقه او كزكاه مال. عشان الاضحيه بقى ممكن تدخل شويه في حته حرمانيه ان انت بتبيع الجلد بتاعها او كده. كل جلد وليه سعره على حسب نوع الجلد، يعني سعر الجلد البقري غير سعر الجلد الضاني، غير سعر الجلد اللباني، غير سعر الجلد الماعز. ايه الاغلى فيهم؟ الاغلى فيهم بيبقى البقري، ويليه الجاموسي، يليه اللباني، يليه الضاني، يليه الماعز. ده بالنسبه للسعر بس. وبالنسبه للسعر بيفرق في حته الجلد على حسب مواصفات الجلد، يعني الجلد السليم غير الجلد اللي فيه قطع، غير الجلد اللي فيه قطعين، غير الجلد اللي فيه 5 قطوع. كل ده بيفرق معاك في الجلد. كل اللي انت شايفه قدام عينك ده بيطلع من الجلد البقري. الجلد البقري ممكن نطلع منه السجاد، ممكن نطلع منه نعمل الجلد زي ما هو كده، زي ما انت شايف كده. عشان كده هو الاغلى. تمام بالظبط. حاجه زي كده ممكن تطلع برده من نفس الجلد البقري، بس الشغل بيبقى بقى اسطمبات وموديلات وديزاينات وموديلات كتير زي ما انت شايف. زي كده حاجه زي كده دي مدوره، دي سجاده صلاه طالعه من الجلد البقري. ده جلد ماعز اللي لسه كنا بنتكلم فيه وبنتكلم عليه، ده جلد ماعز. هتيجي هنا كده عند اخر الستاند الجلد الضاني. فكل حاجه ولها حاجه. دي محنطات. بالنسبه للجلد سد اللي زي كده ده بيبقى بالقطعه. بالنسبه للجلد في ناس بتبيعه بالقطعه، او وفي ناس تانية بتبيعه بالقدم، فده لا اما بيبقى بالقطعه لا اما بيبقى بالقدم. لكن السجاد اللي زي كده بيبقى بالمتر. بالنسبه لاسعار السجاد اللي قلنا اللي زي كده اللي بالمتر، في منه نوعين. في منه خياطه زجزاج، ده بيبقى سعر المتر بيتراوح من 500 جنيه ل 600 جنيه. وفي منه سجاد جاد الياده وهاند ميد، سعر المتر بيتراوح من 700 جنيه ل 1000 جنيه المتر. اليدوي بيبقى غالي شويه عشان شغله كله هاند ميد، مش غالي زي ما انت لسه بتقول لي، او زي ما الناس مفكره ان اي منتجات من الجلد الطبيعي بتبقى غاليه خالص. يعني على فكره مش شرط المفروشات، او احنا دلوقتي في موسم المفروشات. يعني انا عندي في الجاكيت جوه في المعرض عندي جاكيت جلد طبيعي بيبدا من اول 1000 جنيه لحد 5000 جنيه. ابو 5000 جنيه جلد طبيعي وابو 1000 جنيه جلد طبيعي، يختلف في درجه الجلد والفينش. هو انت جاوبت على نفسك. حاجه جلد طبيعي، جلد طبيعي، وحاجه جلد صناعي. حاجه شغل ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي خالقها، وحاجه شغل مكن. طبيعي ان اني هتبقى الاقيم، الطبيعي ان اني اللي عمرها يبقى العمر الافتراضي ليها طويل. اكيد السجاده اللي معموله من الجلد الطبيعي. وغير ان هي كمان يعني مثلا انت لو خدت من عندي سجاده زي دي والشعر في اسطمبه معينه في قصه معينه اتشال من عليها من الاستخدام والهلك، اتشال مثلا الشعر من عليها ده، او القصه دي اتقطعت، بتتشال القصه اللي اتقطعت ويركب مكانها قصه جديده ولا كأن حصل اي حاجه في المفرد. يعني نعرف نعالجه، لو حصل فيه اي عيب نعرف نصلح العيب اللي فيه. انا كمان شايف دلوقتي عندك منتجات تاني ولا عندك؟ احنا منتجات كتير. كل ده كل الشنط دي طالعه من الجلود البقري. دي شنطه لاب طالعه من جلد بقري. بص لونه، يعني بص سبحان الله، ده جلد مشبح مخطط، وده جلد مشبح برضه. بس بص اللون ده دي الوان سابقه. لا ده خلق هو الجلد طبيعته اهو. الجلد اللي طالع منه شنطه زي دي جلد زي ده كده اهو.
اهو زي الجلد الابيض اللي في النص ده. طيب قول لي مثلا شنطه زي ديت تبقى بكام؟ شنطه زي ديت بيتراوح سعرها من 2000 ل 2500 جنيه. شنطه زي كده بيتراوح سعرها من 1500 جنيه ل 2000 جنيه. شنطه هاند باج زي كده بيتراوح سعرها من 2500 جنيه ل 4000 جنيه. تمام. ده يعتبر بقى جلد ايه؟ كله جلد بقري. كل المصنوعات دي جلد بقري. حصل. طب جلد الماعز بقى بيتعمل منه ايه غير جلد الماعز الجلد ده؟ يتعمل منه فروه زي كده. جلد الماعز ممكن يتوجه توجيه تاني، بيتشال من عليه الشعر ده خالص وبيتدبغ بكيماويات معينه وبياخد كيماويات معينه بيعدي على مراحل كتير. وممكن يتعمل منه جاكيت برضو، ممكن يتعمل منه محفظه. دي محنطات، ده ديب، ده انثى ثعلب، ده ذكر ثعلب، دي عنزه محنطه. مفيش حد بقى بما انك انت بقالك ده هنا صقر العقاب. انا بقول لك احنا اكتر من 50 سنه في 50 سنة. الشغلانه، محدش جيل بيجي. بيسلم جيل. انا جاب لك الجيل الرابع في الشغلانه بتاعتي. لا بالنسبه لي في حته الجلود او في حته المجال بتاعي مفيش حاجه غريبه. يعني انا بالنسبه لي بيجي لي جلد اسد اصبغه او اشتريه، بيجي لي جلد نمر، بيجي لي جلد فهد، طب بيجي لي جلد كوبرا، بيجي لي جلد تمساح. الجلود ديت ممكن تجيلك منين يعني؟ مثلاً الجلود ديت معظمها ما بيبقاش يعني بيجي من عندنا هنا في مصر، بيجي لا اما من اسوان، لو مش من مصر هنا من بره مصر من السودان. انا بالنسبه لي الشغل ده لا اما بيجي لي من السودان لا اما بيجي لي من اسوان. جلد الاسد يعتبر من اغلى الجلود اللي موجوده في السوق. جلد الاسد بيتراوح سعره من 50,000 جنيه ل 100,000 جنيه، وبيتراوح دباغه من 10,000 جنيه ل 20,000 جنيه. في فهد وفي تمساح، اي جلد اي حيوان بيتم دبغه عندنا هنا. اي جلد ايا كان نوعه. بنصدرها احنا بنصدر بنصدر فين بقى؟ بنصدر لبلاد كتير. اكتر بلاد يعني احنا بنصدر لبلاد كتير زي ايطاليا وتركيا والسويد وامريكا. الخمس بلاد دول او الاربع بلاد دول بالذات من اكتر البلدان اللي احنا بنصدر لهم كراست خام، جلد خام. في مثلا جلد الفهد بيتراوح سعره مثلا من 150,000 ل 200,000.